أنت تعرف إن النهارده نادي بيراميدز هيلاعب نادي أوكلاند سيتي في بطولة الإنتر كونتيننتال الساعة 9 في استاد الدفاع الجوي. أنا بصراحة عرفت المعلومة دي بالصدفة امبارح أو أول امبارح كده. طبعًا الكل مترقب النهارده أول مباراة لعماد النحاس مع الأهلي أمام نادي إنبي الساعة 8 على استاد المقاولين العرب. الناس كلها اتكلمت بقى لها يومين على اعتذار الكابتن محمود الخطيب عن توليه فترة رئاسية بمقر النادي الأهلي. امبارح برضه اتكلموا على فوز الزمالك والمصري ب3 أهداف. فالكل مركّز في حاجات تانية وما حدش عارف بيراميدز هيلعب والّا مش هيلعب والّا فجأة كده صحينا لقيناه هيلعب في الIntercontinental. على الرغم إن النهارده الأهلي بيلعب في الدوري المصري مع نادي إنبي، يعني مباراة ما تقدرش تقول إن هي مباراة قوية أوي وبتاع والكلام ده، ولكن الحالة الفنية اللي فيها الأهلي هي اللي مخلّية المباراة قوية. ولكن كُلّه مش مركّز خالص بيراميدز بيعمل إيه. الأهلي هو من يصنع الحدث. بصراحة على الرغم من قوة المنافسة اللي بيشارك فيها نادي بيراميدز في بطولة الIntercontinental، إلا إن كُلّه مركّز مع الأهلي وكُلّه مركّز مع الكابتن عماد النحاس وأول مباراة ليه، وكُلّه مركّز مع عودة إمام عاشور ومروان عطية وياسين مرعي والليلة الكبيرة دي أوي سعادتك. فكُلّه مركّز، إن شاء الله النهارده الأهلي يكسب، بعد كده نبقى نشوف بيراميدز في الآخر بقى عمل إيه مع أوكلاند سيتي.